الحلقة اللي فاتت عرفنا إن الجهاز العصبي هو شبكة الاتصالات اللي بتربط أجزاء الجسم ببعضها وبيسيطر على أجهزة الجسم ويتحكم كمان في حركتها. وعرفنا إنه بيتقسم لجهاز عصبي مركزي وأخدنا أول عضو فيه وهو المخ. النهاردة هناخد تاني حاجة في الجهاز العصبي المركزي وهي الحبل الشوكي. إيه هو الحبل الشوكي ده وموجود فين؟ هو حبل طويل من الأعصاب الشوكية على شكل أنبوبة وطوله 45 سم. بيبدأ من أسفل المخ ويفضل ماشي جوه القناة الفقرية للعمود الفقري. والعمود الفقري هو العظم اللي بيحمي الحبل الشوكي. الحبل الشوكي بيتركب من مادة خارجية لونها أبيض ومادة داخلية لونها رمادي على شكل حرف الH. طيب إيه هو دور الحبل الشوكي؟ الحبل الشوكي بيقوم بدور بتاع الدليفري، لأنه بينقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم للمخ وبعدين يرجع الأوامر من المخ لأجزاء الجسم المختلفة تاني. يعني لو عايز تتني صوابعك، في إشارات كهربية بتطلع من الدماغ لغاية العضلات، والحبل الشوكي هيوصل للإشارات اللي هتخليك تعمل كده. تاني وظيفة للحبل الشوكي إنه مسؤول عن الأفعال المنعكسة، يعني ردود الأفعال اللي الجسم بيعملها بسرعة لما يحس بحاجة، زي إيدك لما تلبس كوباية شاي سخنة وتقوم شايلها بسرعة. يبقى النهاردة عرفنا المكون التاني من مكونات الجهاز العصبي المركزي وهو الحبل الشوكي، وعرفنا كمان دوره للجسم. استنونا الحلقة الجاية علشان نعرف إيه هو الجهاز العصبي الطرفي. سلام.